يا صباح الفل يا صباح الجمال على احلى اخوات وعلى احلى متابعين. لو اول مره تدخلي قناتي انا رشا. النهارده بقى هعمل لكم وصفه خطيره بجد ويعني بصي تنجزك في ثواني. ايه هي؟ كوسه بالفراخ. والكوسه بالفراخ بقى دي عملت لي مشكله. حماتي شافتني بقى وانا بحط الكوسه على الفراخ نيه وفضحتني وفرجت الدنيا عليا. اكله سهله جدا، وللناس اللي بيشتغلوا او عندهم مدارس زي حالاتي موظفين، هتيجي تحطي الكوسه على الفراخ وتخلصي الاكله كده على السريع، ما فيهاش اي حاجه صحيه. اتعملت على طول. انا مش شايفه ان هي في حاجه غلط ولا حاجه وحشه. انا جبت الكوسه بتاعتي بقى كده وقلت اديها بقى ايه، شويه شكل بقى كده مطاعم، واخططها بقى واعمل بقى شغل المطاعم بقى العالي ده. جبت الكوسه بتاعتي كده وغسلتها وخططتها كده بالمقوره بتاعتي بسن المقوره زي ما انتم شايفين، واديتها شكل حلو. وهي بقى حماتي كانت واقفه جنبي، ولما شافتني بحط الكوسه على الفراخ كده قالت لي ايه العك كده، وسابت لي البيت ومشت وما رضتش تتغدى عندي. بصوا انا بقول لكم هنا قطعت الكوسه بالشكل الجميل ده. هكمل بقى الكميه بتاعتي بنفس الحجم كده عشان كلها تطلع مستويه معايا. ويلا بقى بينا نشوف هنعمل ايه تاني. حبيت اوريكم كده واحده تانية. عايزه اقول لكم ان شكلها كان شيك جدا، وطعم الكوسه مع الفراخ لما حطيتهم الاتنين نايين على بعض، عايزه اقول لكم ادى مكس عظمه في طعم الكوسه. طبعا بهاريز الفراخ كلها نزلت على صينيه الكوسه اللي انا عملتها. عايزه اقول لكم اتاكلت اكل، يعني هيخسر اللي مش هيعمل الوصفه دي بجد. اه بقى انا بقول لكم انا بقطع الكوسه بتاعتي كده بالشكل الحلو ده، بجد هتديكم شكل شيك قوي لو حتى انت عندك عزومه. تغيير شويه. هنا بقى هو اقطع الكوسه بتاعتي كده بقى كلها، واحضر بقى عندي هنا بصل مفروم او مقطعاه كده على ايدك. واحضر بقى الصلصه بتاعتي، طبعا انتوا عارفين ان انا بصلص الصلصه بتاعتي. وهكمل بقى كده وهشوف هحط ايه تاني. ملح بقى، فلفل اسود، طبعا انا مش عايزه طعم الكوسه والفراخ اكتر له بهارات، فمش هحط الا ملح وفلفل اسود بس. فكده بقى اخلص بقى الوصفه بتاعتي في تقطيع الكوسه، ونشوف بقى هنكمل ايه تاني. هنا بقى جبت البصل بتاعي، بقول لكم قطعتها كلها ولازم تبقى قد يعني الحجم كله حجم واحد. وهحط بقى هنا بصلايه مفرومه. ويلا بقى بينا نجيب الصينيه بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. جبت بقى صينيتي. شوفي انت بقى بتستخدمي اي حاجه هتعملي فيها كوسه، بس انا بفضل الصينيه، بيبقى طعمها حلو قوي. وعلى فكره عايزه تحطيها على النار من فوق، عايزه تحطيها في الفرن، الاتنين بتستوى نفس السوا. نزلت بقى هنا بالبصلايه، هديها كده تقليبه مع الكوسه بتاعتي، تاخد كده الكوسه والبصل ياخدوا طعم بعض. انزل بقى بملح وهنزل بفلفل اسود واديهم تقليبه حلوه. ونشوف بقى هنكمل الوصفه الخطيره دي ازاي. بجد وصفه صحيه، ما فيهاش حاجات متسبكه، كلها على بعض كده. حطيت الصينيه، انجزتني بصراحه الكوسه مع الفراخ، وعملت الرز بالشعريه وخلص معايا الاكل على طول يا جماعه. مش بتاخد وقت، الكوسه بتستوي بسرعه والفراخ كمان بتستوي على طول. زي ما انتم شايفين بقى هنا انا قلبت كله كده مع بعض. هنزل بقى بالصلصه بتاعتي الاول كده، هنزل بجزء كده منها على الكوسه الاول، اشرب كده منها الكوسه. انا بقى الصلصه هنا خففتها بحبه ميه، وهخلي كده حبه فوق الوش. وهنزل بقى بالفراخ بتاعتي كده رصها زي ما انتم شايفين، هرصهم كده جنب بعض فوق الكوسه. واروح مديلهم بقى حبه الصلصه اللي اتبقت فوق الوش كده، يحمروا لي الفراخ لما تيجي ايه تتحمر تحت الشوايه، تديها لون كده ذهبي وحلو. وهديها معلقتين زيت وكده خلاص خلصت. اسهل وصفه ممكن تعمليها لو عندك حد جايلك يعني على سهوه كده، حد جايلك مفاجاه. الوصفه دي يا جماعه سهله جدا. بتفكرني كده بصينيه البطاطس لما ببقى مزنوقه او عندي حد، او عايزه اعمل وصفه بسرعه. البطاطس كده على الفراخ بتبقى سهله جدا. البطاطس بالكفته بالسجق، يعني دي الاكلات السريعه، وبتبقى برضو اكله حلوه معاها رز وبالف هنا. كده بقى انا هجيب بقى ورق الفويل بتاعي، بس هنا كنت نسيت احط معلقتين الزيت. هرجع تاني افتحه واحط معلقتين الزيت بتوعي. اقول لكم كده انا نسيت احط الزيت. هرجع احط معلقتين بالعدد او معلقه، لان الفراخ هتنزل الدهون بتاعتها على صينيه الكوسه العظمه دي. بجد يعني هتشوها شويه بهاريز كده يا جماعه. لازم تجربوا الكوسه كده، وبألف هنا على اللي أكلها. بجد والله العظيم طعمها عظمة بجد. طعم الكوسة لوحده يتاكل من غير أي حاجة. عايزة بقى تحطيها على البوتاجاز من فوق مفيش أي مشكلة. لو انت بقى مستعجلة حطيها في الفرن، وبعد ما تستوي معاكي خالص تحت الشواية كده تدي لون ذهبي. وبألف هنا على عيونكم. أسهل صينية كوسة بالفراخ ممكن تعمليها في أقل وقت. كنت هنا بقى عملت شوية رز بالشعرية، وطلعت الكوسة العظمة كده قدامكم. بصوا، أكلة صحية ما خدتش مني وقت وسريعة، ولو انت مستعجلة هتعمليها، ولو عندك ضيوف وجولك على سهوة برضه هتعمليها. ايه رأيكم؟ يلا بقى حطوا لي لايك وشيروا الفيديو ده لكل اصحابكم. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا. كومنت حلو منكم ليا، بحبكم في الله، وبحب اسمع كومنتاتكم اللي بتديني طاقة إيجابية وبتخليني استمر. اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وسلام.